السلام عليكم ورحمة الله. واش حتى نتوما لاحظتوا الفرق؟ دخلتي المحطة عينيك على العداد ولقيتي الثمن هابط. هاد المرة ماشي إشاعة، هاد المرة واقع فعلا. فالأسبوع القادم جاب معاه بطبيعة الحال خير كيقلب الموازين في جيوب المغاربة. فالغازوال ب 12.6 ديال الدراهم والبنزين ب 13.8 ديال الدراهم. ولكن إخواني أخواتي، واش هادشي جا غير صدفة ولا وراه شي كواليس ما كيعرف حتى شي واحد؟ فخليكم معايا حيت اليوم غادي نحلوا هاد اللغز وغادي نشوفوا اش وقع في كواليس محطات الوقود ديالنا. فمن بعد أقل من أسبوعين على التخفيض الأخير كتجي هاد المراجعة الجديدة. فالغازوال نقص ب 96 سنتيم والبنزين ب 45 سنتيم. فهاد الشيء كيبان بحال شي هديه للمغاربه في بدايه الصيف، خصوصا مع العطله والتنقل. فبصراحه ملي كتشوف هاد الارقام كتحس بواحد الراحه ولو مؤقته. ففاش كتوصل المضخه اخواني اخواتي كتلقى راسك وفرتي ديك 50 ولا 60 درهم فبطبيعه الحال في البلان. فهاد الشيء كيعني بزاف ديال التاجر الصغير ولا الموظف اللي كيتنقل كل يوم وحتى المهنيين النقل. ولكن اخواني اخواتي كاين واحد السؤال كيطرحوا بزاف ديال الناس في المقاهي وفي الشبكات الاجتماعيه: علاش دابا بالضبط؟ علاش هذا الانخفاض كاين في هذا الوقت؟ واش التخفيض هو مجرد تسكين للالم ولا كاين تحول حقيقي في السوق الدوليه؟ فخليوني نعاود لكم واحد القصه صغيره. فكاين واحد السيد الاسم ديالو مصطفى، سائق ديال الطاكسي من مدينه الدار البيضاء، كيقول باللي البارح فاش كان كيعمر المازوت سمع جوج ديال الموظفين في المحطه كيهضروا بصوت خافت. بطبيعه الحال قالوا باللي هذا التخفيض ماشي غير حيت ان السوق الدوليه نقصات، ولكن حيت كاين ضغط كبير من جهات غير مرئيه بدات كتحرك في السوق باش تمنع شي احتكار يقدر انه يطير بالاسعار السماء. فكيقولوا ايضا بان الانتخابات قريبه وما يمكنش انهم يخليو الثمن طالع، حيت بعض المرشحين هما ايضا كيستوليو على قطاع المحروقات. واش هادشي اخواني حقيقه؟ فبالفعل اخواني هادشي كيبان منطقي، ولكن هاد الهضره كتعطينا فكره على كيفاش انا المواطن المغربي ولا كيحل الامور بذكاء. فالناس ما بقاتش كتثيق بالساهل، ولات كتقلب على ما وراء الخبر. واش هاد الضغط اخواني هو اللي خلى الشركات تراجع الاثمنه بسرعه؟ هذا النوع ديال القصص واخا كيبقى في اطار الاحتمالات، فكيزيد يوضح لنا باللي الصراع على اسعار الوقود هو صراع ديال الارقام ولكن حتى صراع ديال النفوذ. ولكن اخواني اخوتي خلونا نهضروا بصراحه، واش التخفيض كافي؟ فالمغاربه عياو من طلوع ونزول كتفرح النهار، ولكن كيبقاو فيك الحال فاش كتفكر باللي شحال من اسره تقهرت فاش كان الثمن كيوصل لارقام قياسيه. فهذا الشيء بطبيعه الحال كيخلينا نتسائلوا علاش ما يكونش هنا سقف قانوني للربح. فعلاش خاصنا نكونوا ديما على الاعصاب ديالنا في كل شهر؟ هذا الشيء ما كيدخلش للعقل. واش الثمن غادي يطلع ولا غادي يهبط؟ فسمعنا بعد التحليلات من خبراء كيقولوا باللي هذا التخفيض هو السباق لواحد الموجه ديال الغلاء. تقدر ان هذا الشيء في الخريف الجاي يعني بحال الا كيبردوا لنا الجو باش انهم نتقبلوا الصدمه الجايه. فهذا الكلام اخواني كيوجع صراحه وكيخليك انك تحس باللي المواطن هو ديما الحلقه الاضعف في هذه السلسله. دابا شنو اللي جاي؟ واش هذا المنحه التنازلي غادي يستمر؟ كاين بعض الاخبار كتقول باللي كاين مفاوضات سريه مع موردين جداد في اسواق غير تقليديه باش انهم يدخلوا للمغرب. الى هذا الشيء صدق فممكن ان نشوفوا اثمنه ما عمرها كانت وما عمرنا تخيلناها، ولكن في المقابل كاين تخوف من لوبيات ما باغينش هذا الشيء انه يوقع. فاذا اخواني اخواتي احنا قدام معادله فيها بزاف ديال المتغيرات: السوق الدوليه، الضغط الشعبي، ومصالح الشركات. فهذا الشيء هذا الثلاثي هو اللي كيتحكم في ذاك الرقم اللي كتشوف في المضخه. الله يهدي ما خلق اخواني. نتمنى انهم يشوفوا بعين الرحمه من هذا المواطن البسيط. شكرا لكم، مع السلامة.